أهلا بكم في قناة ألف باء. سقوط النظام السوري لم تشكل صدمة بالنسبة لنا، الصدمة هي في تداعيات هذا السقوط. النظام السوري في تاريخه الحديث سوريا ما شكل يوما ما خطورة على جيرانه، بالعكس سوريا كانت هي الطوق التي حافظت على دول الجوار من بطش الصهيوني. الآن بعد ما دخلوا الثوار إلى سوريا احتلوا مدينة إثر مدينة، طاحت سوريا بكل سهولة. زين، أصبحت الآن سوريا إمارة جهادية، وهذا المجاهدين. زين، القاعدة إمارة جهادية، وهذا بحد ذاته يشكل خطورة وتهديد للأمن القومي العربي. هناك في سوريا الحين قيادات عسكرية متعددة، قيادات دينية متعددة، تشكيلات من قيادات سياسية موجودة، مصالح متنافرة، لأن كل هالتشكيلات كان لها داعميها مختلفين، سواء من دول إقليمية أو دول خارج المنطقة، فكل واحد يبحث عن مصالحه، ما جايين على أساس يسقطون هدفهم إسقاط حافظ الأسد أو بشار الأسد أو نظام السوري، لا، لهم مصالحهم. كل هالدول كانت لها مصالح، والآن تريد تحقيق مصالحها بواسطة الثوار هذول، فهناك مصالح متنافرة. طيب السؤال اللي يطرح الآن، نظام الأسد طاح انتهى، زين، ودخلتوا دمشق، طيب إيش هي الخطوة التالية؟ إيش في أجندتكم؟ إيش جدولكم، برنامجكم؟ كيف راح تدار هذه الدولة، دولة سوريا هذه الجمهورية، كيف راح تدار من قبلكم؟ هذه التشكيلات اللي داخلت معكم هذه مو كلهم عرب ولا كلهم أهل سوريا، هذا فيهم أويغوري، أفغاني، تاجيكي، كيف راح تقنعوهم يرجعون بلدانهم؟ يعني تخبروهم بأنه نحن حققنا ما نريد، وصلنا إلى هدفنا الحمد لله، أسقطنا بشار أسد، زين، الآن أنتم ارجعوا إلى بلدانكم. طبعا الأويغوري ما راح يرجع لأن الصين تنتظر هناك. هل يقبلون يعني يسمعون كلامكم ويرجعون بكل هدوء مثل ما دخلوا معكم راح يرجعون بكل هدوء وبكل احترام والود؟ الحروب سوف تندلع هناك ولن تنتهي. الثوار أول من يحترق بنيران هذه الحروب قبل أن تنتشر نحو المنطقة. أراضي سوريا راح تستباح من قبل الجيش الإسرائيلي، يمكن خلال الأيام المقبلة، ربما خلال الساعات المقبلة، راح نسمع بأنه الجيش الإسرائيلي يتمركز في تلال القنيطرة. هذه بحد ذاتها صدمة تعتبر. العدو منذ 40 سنة يحاول الدخول إلى القنيطرة وما قادر. الجيش السوري العربي كان يمنعه من دخول القنيطرة أو إلى أي شبر في الأراضي السورية. نعم، هو دخل في الجولان، زين، هضبة الجولان محتلة وإلها قصة أخرى وآلام أخرى، زين، لا تكشفن المغطى. فالآن راح تستباح الأراضي السورية، راح تكون مستباحة ومفتوحة للعدو الصهيوني اللي 40 سنة
ما يقدر يطالع إلى الأراضي السورية، الآن راح يدخل ويسيطر على تلال القنيطرة. هذا راح نسمعها خلال ساعات الأيام المقبلة. هذا هو المشهد اللي تحقق لغاية الآن. نأمل الأخبار صارت تجينا من سوريا، نريد سوريا تكون هادئة مطمئنة. زين، هذا اللي نأمل، سواء تحت نظام سوري أو نظام الإسلامي، بس تكون هادئة مطمئنة، الجيران وأهل سوريا يكونوا مرتاحين. هذا اللي نحن نأمله من ما كان يدير المشهد السوري هناك، وإن كان ذلك مستبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.